اسهل الوصفات الاقتصاديه اللي ممكن تعمليها اليومين دول. هنجيب طاسه ونحط عليها معلقتين سمنه ومعلقتين زيت، وهننزل بيها بربع كيلو بانيه. ولو عايزه تزودي الكميه مفيش اي مشكله. هنشوح البانيه كويس جدا لغايه ما تخلص من الميه اللي فيه نهائي. وبعد كده هننزل ببصلايه كبيره مبشوره، ولو عايزه تزودي البصل مفيش اي مشكله. هنشوح البصل مع البانيه لغايه ما البصل كده يدبل معانا خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد كده ده بقى البطاطس هندخلها كقيمة غذائية، وخصوصا لو عندك أطفال. هناخد كده كمية بطاطس، نص كيلو بطاطس مقطع صغير، وهننزل بيه على البانيه والبصل، وننزل بالتوابل ملح وفلفل شطة وكمون بابريكا عشان لون البطاطس بتاعتنا يبقى أحمر. حبة كاري صغيرين هيفرقوا معانا في الطعم. وبعد كده هننزل عندنا بعصير طماطم، وممكن تقطعي فلفل كمان وتنزلي بيه، او تقطعي طماطم وتنزلي بيها لو انت مش عايزه تعصريها. وبعد ما تستوي معانا هنقدمها معاكم بالشكل دوت، جنب عيش او جنب رز، بتبقى حلوة جدا. وجبة اقتصادية 100% وموفرة كمان وسهلة التحضير. بحبكم في الله، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.